السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا السؤال رقم 4: نعمل ايه في رمضان ما بين العمل او الشغل والوظيفة والعبادة؟ للأسف ده سؤال بيجي في بال ناس كتير على اساس ان العمل او الشغلانة بتاعتك منفصلة اصلا عن العبادة. طيب خلينا نقسم الحلقة بتاعتنا لثلاث جزئيات، وهنجاوب على اسئلة كتير بتيجي في بال الناس بخصوص الشغل ورمضان. طب انا مشغول، طب انا برجع من الشغل تعبان، انا مش قادر اقرا قرآن كتير، وهكذا. طيب، أول حاجة، ماذا ينبغي أن يعني لنا رمضان؟ ينبغي أن رمضان بالنسبة لنا يكون هو محطة الوقود التي منها نستطيع أن نسير في 11 شهر المتبقيين في السنة. أحد السلف كان مخلي رمضان ما بين الشهور، كان مشبه رمضان بين الشهور كيوسف عليه السلام ما بين إخواته. إخوات سيدنا يوسف ربنا غفر ليهم بدعوة سيدنا يوسف ليهم. كذلك شهر رمضان المميز، شهر رمضان الفريد البديع ما بين الشهور، هو محطة الوقود الحقيقية. ديت أول جزئية كنا حابين ننوه ليها النهاردة. رمضان بالنسبة لنا إيه؟ هو محطة وقود حقيقية مش مفرغة من الجوهر بتاعها، وهنيجي للجزئية دي. طيب، الحاجة التانية، الروحانيات غير منفصلة عن العقل. الروحانيات غير منفصلة عن العقل. قراءة القرآن بتدبر، انت هنا بتستخدم فيها العقل، مش انا قاعد بقرا القرآن وبعرفه ماشي، كل ده تمام، كل دوت معايا، بس انا معايا العقل برضه. الصلاة، انا بدعي، انا بصلي بشكل معين، انا اتوضيت، انا عارف الاحكام بتاعت الصلاة، عارف انا بصلي ازاي، فكل ده تنظيم ليك وتنظيم لدماغك، فانت معاك هنا حتة العقل. فمحدش يقول الروحانيات غير منفصل عن العقل. لا، انت في القرآن، انت في الصلاة، انت في الصدقة، انت في الصيام، كل دوت انت العقل شغال معاك. الحته دي مهمه، الفصل دوت غلط. ان رمضان شهر الروحانيات، ايوه يعني عقولنا مركونه؟ لا، احنا عقولنا شغاله معانا تمام جدا. عايزين نغير سلوك معين في رمضان او نضيف، يعني ايه سلوك موجود نغير فيه للاحسن، وكل واحد هنا ادرى بنفسه، او نضيف سلوك جديد لينا زي رياضه مثلا معينه، سواء رياضه بدنيه او رياضه نفسيه حتى يتم تزكيتها. واحنا شغالين في رمضان وكل واحد بيحاول يعمل اللي عليه على قد ما يقدر، ضروري جدا ما ننساش ان العبادة ارزاق. العبادة بمفهومها الواسع ارزاق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله العبادة دي بقى انت مجدد نيتك قبل النوم، يعني مجرد بس ان انت نايم، بس مجدد نيتك ان انت نايم علشان تشحن طاقتك علشان خاطر لما تقوم تأدي الحقوق اللي عليك، حق أسرتك، حق أبوك وأمك، حق نفسك، حق الشغل، حق الوظيفة وإلى آخره. فدوت أنت بتؤجر على النوم ده. بص الموضوع واصل لإيه؟ أيا كانت الحاجة اللي أنت بتعملها أنت بتاخد ثواب عليها. الرسول كان بيقول للصحابة فيما معناه وفي بضع أحدكم صدقة. فالصحابة قالوا يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها ثواب أو أجر، يعني حسنات؟ ده معنى المحادثة اللي حصلت بين الرسول والصحابة. فالرسول قال لهم أرأيتم إن وضعها في الحرام أولن يجزى بها؟ فيما معناه يعني لو هو حط شهوته دي في الحرام، مش هو هياخد عليها سيئات؟ فالصحابة قالوا بلى أو نعم، يعني هياخد عليها سيئات. قال لهم وكذلك إن وضعها في الحلال، يعني زي ما أنت لما بتحطها في الحرام هتاخد عليها سيئات، لما تحطها في الحلال هتاخد عليها حسنات. فبصوا الموضوع في الإسلام ديننا العظيم واصل لفين. انت أي حاجة بتعملها مجدد فيها نيتك لله سبحانه وتعالى، انت بتاخد عليها حسنات. والله أنا نايم، أنا بسبح، أنا بقضي مشوار، أنا ماشي في مصلحة مثلا لحد أنا بحبه فهخدمه فيها، أنا بأي حاجة انت بتعملها ومجدد فيها نيتك دي اسمها عبادة، وده رزق انت بتاخد عليه حسنات. رمضان شهر كسر العادات، عادات النوم، عادات الصلاة، أكلك، الأخلاق. فرمضان شهر كسر العادات، شهر الإمساك، شهر الامتناع، شهر إدارة الإرادة. يعني أنا عايز أكل بس أنا هدير العوز دوت، أو أنا هدير الحاجة اللي جوايا ديت، فلا أنا مش هاكل دلوقتي، فأنا بدير الإرادة بتاعتي. فدي حاجة المفروض إن هي تخدمنا في باقي السنة كلها. رمضان عاوزين نخليه زي ما هو شهر حرق الذنوب، يبقى شهر حرق الدهون ايضا. النقطة دي مهمة جدا. الناس ما تبقاش بتصوم طول اليوم وتيجي في وقت الفطار كأنها كانت في مجاعة، فتاكل بقى اكل يبوظ كل اللي احنا عملناه طول اليوم، وما يخليش النفس تقدر انها تعبد ربنا في باقي اليوم بتاع رمضان بسبب السلوك الغلط في الاكل. تمام، داخلين على النقطة الثالثة: احذر التكلف فيما لم تلزم به، زي التراويح، زي الأكل، زي الكلام الكتير. الحاجات دي انت ما ألزمتش بيها، فما تتكلفش في الحاجات دي، وتسيب
أهمية التفقه فيما ألزمت به، وتسيب أهمية التفقه فيما ألزمت به، زي فقه الصيام، أصوم إزاي، أحكام الصيام، فقه الصلاة، فقه العمل وأهميته للمجتمع، العمل، الشغل بتاعك، وظيفتك اللي انت بتاخد عليها ثواب عظيم، الناس اللي بتذاكر، القراءة والإنتاج والأبحاث العلمية، كل حاجة في رمضان شغالة زي ما هي، ده المفروض تكون أفضل من الأيام العادية في باقي السنة. فاحنا ما نفهمش العبادة صلاة وصوم وقرآن فقط، مش عايزين نفرغ العبادة من حقيقتها، وبالتالي نفرغ رمضان من حقيقته. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لازم نعرف، ممكن نستغل رمضان في حتة زي دي، نعرفوا النبي والصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا بيتعاملوا ازاي في رمضان. هل كانوا بيسيبوا بقى الدنيا كلها والغزوات والتجارة والرزق وكانوا بس بقى مع المصحف ومع قيام الليل ومع الصيام؟ لا طبعا. فاحنا مع زيادة العبادة في رمضان بشرط ان تكون عبادة حقيقية، بشرط ان رمضان يكون محطة وقود حقيقية. تاني الثلاث نقط اللي اتكلمنا فيهم سريعا مراجعة عليهم. ماذا يجب ان يعني لنا رمضان؟ محطة الوقود اللي منها نقدر نكمل المسيرة بتاعتنا في ال11 شهر اللي باقيين. رقم 2، عايزين سلوك مختلف في رمضان، سواء هو سلوك موجود نغيره للأفضل نزكيه، أو سلوك جديد نضيفه في حياتنا، زي حد هيلعب رياضة، حد هيدخل الهواية بتاعت قراءة الكتب المفيدة فعلا في حياته، حد هيمسك عن شيء معين، عنده مشكلة في حاجة معينة فمحتاج يمسك عنها، يمتنع عنها. احنا قلنا رمضان شهر الإمساك، شهر الامتناع، شهر إدارة الإرادة. تمام. النقطة رقم 2، إن الروحانيات غير منفصلة عن العقل، قراءة القرآن والصلاة والصيام والصدقة وكل حاجة احنا بنعملها العقل حاضر فيها، حاضر وبشدة كمان. رقم 3، احذر التكلف فيما لم تلزم به. الناس اللي بتقعد في المطبخ بالساعات الطويلة في حاجة ما ألزمتش بيها، زي الأكل، ممكن نعمل أكل بسيط، ده رمضان، احنا نحاول نتخفف من الأكل في رمضان. والناحية التانية نسيب اللي ألزمنا بيه بقى بجد، فالحتة دي نحذر منها جدا. اللي انت ألزمت بيه زي الصيام، زي الصلاة، زي الوظيفة، زي المذاكرة بتاعتك، المرحلة الدراسية اللي انت فيها أو المرحلة العلمية اللي انت فيها، موضوع مش صلاة وصوم وقرآن فقط. كل اللي مجدد نيته بياخد ثواب. أي حد مجدد نيته في أي حاجة هو بيعملها في اليوم مهما كانت بسيطة بياخد فيها ثواب. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.